ليه اخواتنا الانجيليين ما عندهمش هيكل؟ اخواتنا البروتستانت، هي كلمة انجيليين دي علينا كلنا، ما احنا كمان انجيليين يعني، مش كده؟ انما يمكن تقصد البروتستانت. البروتستانت جاية من كلمة بروتست، يعني المعترضين. هم اعترضوا في القرن ال16 على تجاوزات في الكنيسة الكاثوليكية، وكان معاهم حق، لأن وقتها كان الكهنة بيبيعوا صكوك الغفران، وكانوا ليهم ممارسات كتيرة غلط، وكان تعليمهم بعد عن الإنجيل، وكانوا بيسيطروا على الملوك. فهم لما رجعوا للإنجيل لقوا أنه الكنيسة ساعتها الغربية ماشية غلط، فهم اعترضوا. من هنا ابتدت بقى النزاعات الشديدة. لكن لما اعترضوا للأسف لغوا ال15 قرن اللي قبلها، واقتنعوا ان هم هيفهموا الانجيل بطريقتهم، فقالوا يبقى لا في هيكل ولا في ايقونة ولا في قديسين ولا في عذراء ولا في صيام ولا في شفاعة ولا في حاجة. احنا هنحب المسيح وبس. طبعا مش دي المسيحية اللي عاشت 15 قرن. فمش معنى ان الكاثوليك الغربيين كان عندهم اخطاء ساعتها انه ياخدوا هم التطرف الثاني ويقلبوا عليهم خالص، يبقى كده غلط وكده غلط. اللي يرجع للمسيحية الأولى يلاقيها قريبة قوي للواقع اللي احنا عايشينه. كان في معموديات وقداسات ومسبح وجسد ودم وصيامات وصلاة بالمزامير، كل اللي احنا فيه ده موجود من القرن الأول. ولما يبقى في تجاوز أو خطأ نوقف التجاوز، بس مش نعمل عكسه.